اتصال آخر من ليبيا، نهى محمد. نورة معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. حييك وحيي ضيفك الكريم ملا كركار، وأقول أني أحبك في الله. يعني هل ترى في الدور الإيراني لا يتوافق تماما مع السياسة الأمريكية في العراق؟ وهم يدعون أنهم الآن يختلفون ويحدث بينهم مثال، يعني كما تفضلت السادة الأكراد يعني سياسة تنسجم مع سياسة الأمريكان، ونفس الوقت لهم مصالح مع إيران. نعم، شكرا لك نور. وبالنسبة للأخت الكريمة نورة، جزاكم الله خيرا. نعم، أن الدور الإيراني نحن ينبغي أن نفهم إيران من إيران نفسها، أي نأخذ وصفها من صفاتها. إيران لا تقول أنني لا أتدخل، تقول كسياسة لا أتدخل، ولكن الإيرانيين الشيعة أقصد منهم الشيعة طائفة عقائدية تحمل عقيدتها وانتماؤها إلى عقيدتها، فليس من الأمر غرابة في إيران إذا أن يكون الرجل الشيعي من لبنان ويكون في نيروي قدس في طهران، أو يكون من نجف أو من البحرين ويكون عضوا في نيروي قدس الحرس الثوري في طهران، فهؤلاء انتماؤهم إلى عقيدتهم. ولذلك التدخل الإيراني في أمر العراق والشيعة خصوصا تدخل عقائدي ديني منهجي موجه مذهبيا. فآية الله السيستاني والسيد سعيد الحكيم عمو عبد العزيز الحكيم والبشير النجفي والإسحاق فياض، هؤلاء الأئمة الأربعة للشيعة هم لا ينتمون إلى العراق ولا ينتمون إلى العراق لا جغرافيا ولا ولاء. ولذلك من الطبيعي أن تكون لإيران أيضا هذا الدور لداخل العراق.